والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقد وضع كتبا جليلة، وكان في ذاك الوقت ما كانت مطابع، وإنما كان الشيخ إذا صنف كتابا أعطاه للوراقين يدونوه وينسخوه ثم يكتبونه ويشيع بين الناس. يوم من الأيام خرج أحد تلاميذه إلى سوق الوراقين، فسمع رجلا ينادي ويقول: من يريد كتاب الشعراني؟ فجاء إليه قال له: أنت عندك كتاب الشيخ الشعراني؟ قال: نعم. ما هو؟ قال: كتابه المسمى بتنبيه المغترين. من أين جئت به؟ قال: والله جاءني الأستاذ مجدي، الأستاذ محمد علوي، أحد هؤلاء الإخوان، وقال لي أنسخ منه نسخة، فنسخت له نسخة، وأنا نسخت لي نسخة والآن أريد أن أبيعها. فاشتراها منه وذهب بالكتاب إلى بيته. نعم. ففتحه وقرأه. معلوم أن هذا من تلاميذ الشعراني. نعم. ويعرف فكر الشعراني ويعرف ما يقوله الشعراني، فرأى كلاما عجيبا، كلام الشعراني ما يقوله. فجاء إلى شيخه وقال: سيدي، يا سيدي الشيخ، انظر إلى كتابك، هذا الكلام أنت قلته. فأخذه وقرأ، وإذا به يجد 10 صفحات لم يقلها، فحزن حزنا شديدا وقال: أتوب إلى أستغفر الله، أعوذ بالله من هذا الكلام، والله يا بني ما قلته ولا كتبته. وهذه النسخة الأصلية، وأخرج النسخة الأصلية وقارنها بهذه المخطوطة. معلوم أن هذا قد يكون واحد من أعداء الإسلام، نحن لا نشك في هذا. أخذ النسخة وزاد فيها الصفحات التي فيها الكذب والزور والبهتان، والتي نسب إلى الإمام الشعراني. فلما قابل نسخة بالنسخة وجد هناك فرق كبير، وأن هذه النسخة الأصلية التي عند نفس المؤلف ليست كالنسخة المنقولة. فألف في ذلك رسالة كتابا، وذكر في مقدمته. إيش ذكر في مقدمته؟ سأريك يعني موقف من مواقف الإنصاف. فيقول: يا عباد الله، أنا رجل بشر، وأنا بما معناه، طبعا أنا ما أسوق الكلام بلفظي، أنا بشر وأنا أصيب وأخطئ، فكل ما أؤلفه إن كان موافقا للكتاب والسنة فهو من كلامي، وإذا رأيتم شيء في كتبي مخالف للكتاب والسنة صراحة ولا يقبل التأويل، لكن مو بفهم من هب ودب، لا، بفهم الكتاب والسنة. ربما أحد يروح ويقول: لا، هذا الكلام مخالف للكتاب والسنة، فيكون الآفة مو من المؤلف، الآفة من الفهم. وكم من، يقول بعض ساداتنا المشايخ علمائنا: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو الفهم هو فهم السقيم. فهنا يقول: إنني أنا بشر أصيب وأخطئ، وأعدائي كثير، وأعدائي كثيرون، بل أعداء الإسلام كثيرون. فإذا رأيتم كتابا من كتبي زنوه بميزان الشرع، فإن كان مخالفا للكتاب والسنة صراحة أو لا يقبل التأويل أو التخريج فأنا أبرأ إلى الله منه. وهكذا الإمام ابن عربي صاحب الفتوحات قامت الدنيا ولم تقعد في تكفيره، وأنه كافر وأنه مشرك، وأنه يقول بالحلول. ما معنى الحلول؟ يعني معناه أن الله حل فيك وحل فيا وحل في الطرابيزة وحل في الكتاب وحل في الشجرة، هذا معنى الحلول، وأنه يقول بالحلول. والاتحاد، ما معنى الاتحاد؟ معنى الاتحاد مو حزب الاتحاد، لا. اتحاد الخالق والمخلوق. استغفر الله. فنسبت إليه أقوال كثيرة، نحن الآن لسنا بصدد الكلام عن هذا الموضوع، لكن أنا فقط يعني أعطيك نماذج وشواهد. فقال الإمام ابن عربي، قال: أنا أبرأ إلى الله من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عربي الذي يتهمونه بكذا وكذا وكذا، هو بنفسه يقول: إنني أنا عظيم، يعني حريص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من حركاتي وسكناتي وأقوالي وأفعالي، ولم ينقص يعني عني شيء إلا واحد شيء. قالوا له: ما هو؟ النبوة والرسالة. قال: معلوم، النبوة والرسالة، أنا لست نبيا
ولا رسول، هذا ما يحتاج كلام. لكن في شيء من أحوال الرسول ومن صفاته الدنيوية لم تتوفر عندي. قالوا له ما هي؟ قال ما عندي بنت اسمها فاطمة ولا لها زوج اسمه علي، هذا الذي نقص علي من حالي، لكن من السنن والمحافظة عليها وعلى آدابها وعلى أحوالها الحمد لله ما فرطت في شيء من ذلك. هذا نموذجين لرجلين، واحد في القرون المتأخرة، واحد في القرون المتقدمة، ذاك ابن عربي وهذا الشعراني. مفاهيم يجب أن تصحح. هذا البرنامج يعطي الفرصة لإبداء أي اعتراض أو أي مفهوم أو أي برهان لبعض القضايا الإسلامية التي اختلف عليها العلماء بينهم وبين بعض. أحبابنا الكرام، علينا أن نصحح هذه المفاهيم. رحلة جميلة بدأت منذ 15 حلقة، نروح ونأتي ونأتي ونروح بمفاهيم من هنا ومن هناك، وليس هذا بنهاية المطاف، ولكن بعهد متجدد إن شاء الله مع مفاهيم أخرى يجب أن تصحح. وكم نشكر ونعيد الشكر على فضيلة الأستاذ الدكتور السيد محمد علوي الملكي على هذه اللقاءات التي أشرحت الصدور ويسرت لنا الأمور في الفهم والتعلم لمفاهيم ديننا الحنيف. جزاكم الله عنا كل خير، ونختم بدعائكم لهذه الأمة المحمدية، دعاء إن شاء الله يكون لنا نصيب منه إن شاء الله. إن شاء الله. وقبل الدعاء أشكر لكم اختياركم لشخصي الضعيف في هذا اللقاء. وأنا في الحقيقة كما قلت لك في أول الحلقات، نعم، ما أنا إلا مجتهد ضعيف، يعني مو مجتهد درجة أولى، مجتهد مسكين. فما كان في كتبي هذه أو في مفاهيمي خير وصواب فهو والحمد لله نشكر الله عليه، وما كان فيها من خطأ فهذا مني ومن اجتهادي. نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي. وقد قلت في كتابي هذا إنه إذا كان هناك خطأ فأرجوك أن تبينه لي أنت أو غيرك من أهل العلم بأدب وبلطف، من غير هجوم، من غير سب، من غير شتم. بين لي الصواب وقول لي أنت أخطأت في كذا وكذا، وأنا إن شاء الله ستجدني رجاعا إلى الحق وإلى الصواب، مقرا بما ينشرح له الصدر بإذن الله. بمفهوم يجب أن تصحح، مفاهيم يجب أن تصحح. بمفهوم إيه؟ بمفهوم الكتاب والسنة. نعم. نعم. أحبابنا الكرام، قد إيه استمتعنا باللقاءات الحلوة الجميلة اللي صححنا فيها المفاهيم، صحح فيها المفهوم ونشرح فيها الصدر، لأنها بتفهمنا وبتعلمنا. مفاهيم يجب أن تصحح. وإلى لقاءات أخرى متكررة إن شاء الله، وبرنامجكم مفاهيم يجب أن تصحح.